ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا نبدأ مع بعض وصفة النهاردة. اول حاجة هجيب بولة وهنزل فيها بكوباية من الزبدة، وكل المكونات اللي هستخدمها هتكون بدرجة حرارة الغرفة. هنزل على الزبدة بكوباية من السكر. السكر ده حبيبات، بس انا ضرباه ضربتين في الكبة، ممكن انتوا تستخدموا سكر باودر. هضربهم مع بعض لحد ما يبقى شكلهم بالمنظر ده. بعد ما يبقوا بالمنظر ده هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وهقلبهم مع بعض لحد ما يعملوا ميكس كده ويبقى القوام شبه كريمي. هو كده لسه ما وصلش قوام كريمي، هو شبه كريمي. هنزل عليهم ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة برضو، وهنزل بالنشا ورشة من الملح، وهقلبهم مع بعض لحد ما يبقى القوام بتاعي كريمي خالص. وهنزل عليهم باربع كوبايات ونص من الدقيق. ممكن تستخدموا نص كوباية دقيق تاني، يبقوا 5 كوبايات، بس ده على حسب نوع الدقيق وعلى حسب ما العجينة تلم معاكم وتكون مش بتشقق. ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وهجنس المكونات دي كلها مع بعض، ومش هعجن جامد عشان الجلوتين بتاع الدقيق ما يشتغلش وينفش لي العجين. بص العجين بقى شكلها عامل ازاي، ناعمه خالص ومش بتشقق. وهنا حضرت صوص الشوكولاته وحطيت العجين 10 دقايق في التلاجة. خرجت العجين من التلاجة وهبتدي ان انا افرده واشكله. شكلوه بقى زي ما انتوا عايزين. انا شكلت هنا كذا شكل وهنشوفهم مع بعض دلوقتي. هنا فردتها كده بالشكل ده، وحطيت طبعا كيس عشان ما تلزقش في النشابه. عندكم بقى القوالب اللي هي بتاعه التقطيع دي حلوه جدا، بس انا ما كانش عندي، ما كنتش لاقياها، فعملت بالكوبايه. اي شكل انتوا تحبوه، اي قوالب عندكم بتاعه التقطيع استخدموها. هنا برضو هنعمل شكل تاني، نعمل هنا بقى شكل الدونت. ممكن تخرموا من جوه كده الدونت من جوه باي حاجه عندكم، غطاء ازازه، اي حاجه عندكم خرموها بيها تكون مدوره وخرموها. وهنا بقى هنعمل شكل اللي هو البابلز ده. هي دي يا جماعه عجينه بسكوت نواعم، عشان بس تبقوا عارفين اسمها ايه. طبعا لو عندكم اطفال طبعا خليها تساعدكم وانتوا بتعملوا الاشكال دي، بيحبوا هما الحاجات دي جدا واحنا كمان والله. وهنا جبت شويه من الشوكليت شيبس، هعمل برضو شكل الكوكيز. بجد شكلهم خطير قوي. وهنا كنت واخده شويه من العجين وحطيت عليهم معلقه من الكاكاو الخام الاسباني عشان يديني لون بني. برضو مش هعجن كتير، هو يدوب بس كده هدخل اللون بتاع الكاكاو فيه كده في العجينه لحد ما تبقى بالشكل ده. هنعمل برضو منها بسكوت بابلز كده. هنا برضو كانوا شويه عجينه من غير كاكاو متبقيين. هعمل واحده وواحده واحده واحده، وده كان شكلهم النهائي. وبعد ما طلعتهم من الفرن لازم اسيبهم يبردوا تماما عشان اعرف ان انا امسكهم وما يتكسروش في ايدي. وهنا استخدمت صوص الشوكليت، لو عايزينه قولولي في الكومنتات وانا اكتبه لكم. بس برضو لازم صوص الشوكليت يبقى بارد، كل حاجة هتستخدموها بعد كده تبقى باردة. وترصوها على ورق زبدة وتحطها، ممكن تحطها في التلاجة او تسيبوها بره لحد ما الشوكليت تمسك على البسكوت. ممكن بقى تزينوه بمكسرات على الوش، او اللي هي الوايت شوكليت عادي. بس هو بصراحة كده ما كانش محتاج اي اضافات تانية. دي بقى هعملها شبه بسكوت البيمبو. دي شوكولاتة خام مش صوص اللي انا بحطها دي. بعد كده هنزلها بقى في الصوص الشوكليت.
نقلبها كده يمين وشمال وفوق وتحت وكله. ده بقى كنت ابتديت ان انا اعمله، وده بقى اللي هو البابلز. خطيرة وسهلة وما خدتش وقت، هي بس اللي ممكن تاخد وقت في ان انتوا تقعدوا تسيبوا الحاجة عقبال ما تبرد كده وتاكلوها، لكن غير كده مش بتاخد وقت خالص. بس بصراحة انا ما قدرتش اصلا استنى ان هي تبرد، انا اكلت كده لغوصت نفسي بقى شوكولاتة بتاعي عادي جدا. ما قدرتش اصبر ان انا استنى لحد ما تبرد وبعد كده ادوق. هنا بقى كنت بزين النص التاني من اللي هو شكل الدونات ده. طبعا انا فاشلة في الرسم جدا، فانتوا بقى ابدأوا براحتكم. نبتدي بقى نرصهم في الاطباق. شكل الكوكيز ده يعني وانتوا بتعملوهم وانتوا بتسووهم في الفرن، حطوا الكوكيز واللي هو شكل البابلز حطوهم في صينية لوحدهم، واللي هو البسكوت بقى اللي هو المدور واللي شبه الدونات ده حطوه برضو في صاج لوحدهم او في صينية لوحدهم. الكوكيز خد بتاع 12 دقيقة في الفرن او ربع ساعة كمان، لكن اللي هو البسكوت المدور واللي هو شبه الدونات دول ما كملوش 10 دقايق. انا غصب عني سبتهم اكتر من كده عشان الدونات دي ما كانش لسه استوت، لاني حطيتهم مع بعض كلهم فخدت لون من تحت. بس الطعم خطير 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 يعني، مفيهاش كلام. تاني على قد ما تقدروا سيبوها تبرد خالص او حطوها في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تمسك عليهم لازم، عشان الشكل كمان يبقى احسن. بس انا هنا ما كنتش قادرة اصبر بصراحة. وبس كده، ده كان الشكل النهائي. ومتنسوش تصلوا على النبي محمد في الكومنتات.